اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعي مختلف كده معانا. النهارده قلنا نخرج العيال كده يغيروا جو شويه. رحنا حديقه الحيوان. طبعا بقالي 15 سنه ما روحتش حديقه الحيوان خالص. طبعا رحت هناك اتصدمت، اتغيرت كتير قوي. دلوقتي العيال اول ما شافوا بقى اول حاجه الزرافه عدينا من عليها، وقفوا يشوفوها ويتفرجوا عليها. يوسف اخويا وسيمبا ابني وكوكي بنت اختي كارما اهي مصدقه شافوا الزرافه وقفوا يتفرجوا عليها والراجل بياكلها. طبعا حديقة الحيوانات اتغيرت قوي بصراحة عن ما كنا صغيرين. في حيوانات كتيرة مش موجودة، حيوانات انقرضت كتير، في حاجات كتير قوي مشوفتهاش. قرود ما شوفتهاش، والفيل طبعا مات ما شوفناهوش برضو. حاجات بسيطة قوي كانت موجودة. ده غزال اسمه غزال افريقي. غزال ده غزال افريقي. طبعا الراجل ده والله راجل زي السكر بصراحة، دمه زي العسل. خلى العيال تأكل الغزال اهو. ابني كمان قال له تعالى يا سيمبا اكل الغزال. كان عمال يقول لهم بصوا للكاميرا وانتوا بتاكلوا غزال. طبعا اتمشينا شويه لقينا بقى الجمل ده. معلش التصوير جاي الكاميرا بتطول شويه عشان اختي اللي ماسكه الكاميرا شويه في كبسه وصورت طول، فتلاقوا جزء جايب العرض وجزء طول. طبعا اتغيرت. بصوا يا جماعه لقيت ملاهي. طبعا بقى كتير قوي ما رحتهاش من زمن يعني. لقيت حاجات كتير قوي اتغيرت، بقت فيها ملاهي جميله قوي بصراحه. الناس كلها كانت راكبه في الملاهي. مشينا شويه لنا بيت الزواحف ده، في بقى السلاحف والتعابين وتمساح وحاجات كتيره يعني اهو. طبعا رحنا بقى ناحيه الملاهي كده شويه. سيمبا وكوكي قعدوا يلعبوا بالكوره. قعدنا شويه بقى ناكل وكده وخلصنا اكل. العيال لعبت، لعبوا شويه بالكوره، كانوا واخدين الكوره معانا. دول اخواتي حبيبه واسراء. دخلنا بقى العربيات بقى ان ايه بعد ما خلصنا اكل قلنا بقى ايه ننزل نلعب. العيال كانوا عايزين يركبوا العربيات. طبعا ركبت انا وسيمبا في عربيه واسراء وكوكي ويوسف في عربيه. قلنا بقى ايه يعني نفرح العيال شويه قبل الدراسه بقى ما تبتدي اهو. مش عارفين يطلعوا خالص. انا خابطه فيهم العربيه بتاعتي اهو من ورا. احلى حاجه والله ان العيال كانت مبسوطه. بص انا مش عارفه اتحرك بين العربيتين، بقول اطلع شويه مش عارفه اطلع بالعربيه. كله كان عمال يخبط في بعضه. سهل حاجه في الواحد غير جو والله يعني، بعيد عن اي حاجه. الواحد غير جو شويه. والعيال اهم حاجه ان العيال بس اتبسطت شويه وخرجت. كان اليوم والله ما شاء الله كان جميل اهو. سيمبا كان فرحان وهو بيسوق العربيه معايا انا وهو عمال نخبط في الناس. خلصنا بقى العربيات مشينا شويه لقينا عاملين بتاع كده في الميه زي عوامات في الميه والبدال كده العيال بتركب فيها. بس مرضاش مساحه نركبها، خوفنا على العيال احسن الميه برضو تغرقهم او حاجه. السيمبا كان عمال يتفرجوا عليهم. بصراحه الملاهي عندنا جميله اوي بصراحه، تحفه بصراحه الملاهي هناك يعني. وكل الملاهي بصراحه كل المراجيح هناك يعني نتفرج شويه على الحيوانات ونروح نركب شويه نروحوا الملاهي. كانت زحمه بصراحه. حديقه الحيوان اول يوم ده بصراحه كانت زحمه قوي، ولعب بقى وكل حاجه بقى موجوده هناك. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله الناس كان اعدادها ازاي. لسه كمان ده كمان جوه كمان زحمه اكتر يعني. الحديقه كلها بصراحه كانت مليانه. بصوا الملاهي. بص اللعبه بقى دي كانت مرعبه بصراحه، وكلهم كانوا عاملين يصوتوا منها اللي راكبين فيها. بس شكلها كانت عامله ازاي. هسمعكوا الصوت كده من قلب الحدث على طول.
دخلنا مكان كده بقى نتفرج على حاجات كده 3D، مدين كده كل واحد نضاره. طبعا الحاجات دي بالنسبه لي انا جديده، يعني رايحه زي العيال الصغيرين اللي ايه بالنسبه لهم اول مره اشوف الحاجات دي اصلا، يعني بقى لي كتير قوي قوي من زمان ما روحتهاش، بقى لي 15 16 سنه ما روحتش حديقه الحيوان. فطبعا ده مكان 3D فيه شاشه وفي حاجات بنقعد نتفرج عليها كده زي غابات وحاجات كده حلو نتفرج عليها. والسيمبا كان عامل يرقص، كانوا مشغلين اغاني لسه قبل العرض ما يبتدي، وكارما كده وكوكي عماله ترقص هي وسيمبا. خلصنا بقى العرض بتاع ال3D اللي احنا كنا فيه، بس كان جميل بصراحه، مخيف وحلو. فمشينا بقى لقينا بقى الحيوانات دي. طبعا انا مش عارفه الحيوان ده ايه بصراحه، ده نعيم ده ولا ايه؟ يعني حاجه غريبه بصراحه، بس انا مش عارفاها. الحيوانات اصلا مش عارفه، تحس كلها شبه النعام كده، في حاجات غريبه انا مش عارفاها، وحتى مش كاتبين اسامي الحيوان اللي موجود ايه بصراحه. بس انا عجبني شكله بصراحه، ايه قلت اما اصوره برضه. بس كان يوم لذيذ بصراحه يعني، ومتعه برضه في الماليه اللي عملوها دي، بجد برضه فكره حلوه وجميله اهو. طبعا اصلا الحديقه اساسا زحمه بصراحه، اليوم ده زحمه قوي. بصوا انا حاولت اقرب الكاميرا شويه ان في سلك والحديد ده، ف مشينا بقى لقينا الغزال الحلو ده كده واقف على جنب اهو. بس مش عارفه الحيوانات مالها واقفه كده ساكته، ما ولا بتجري ولا بتعمل اي حاجه، يعني تحس ان هي صنم واقفه. طبعا في كور بقى مترميه على جنب العيال وهي بتلعب، الكور بتقع خلاص كده ينساها على طول الكره اللي تقع. سيمبا ابني طبعا بيتشعلق وعايز يشوف الغزاله او عايز يقف حد يمسك الحديد. طبعا هي دي الغزاله الرايقه، شكلهم يلعبوا الكره بالكره اللي واقعه دي ولا ايه مش عارفه. انا يعني بقى نفسي الغزاله تتحرك شويه في اي حاجه، احس ان انا بصور في حاجه بتمشي قدامي، بس الحيوانات واقفه كده قدامي ما فيش. الراجل كان بياكلها. بس بصراحه اشوف الفيله، بس ما فيش خالص هناك الفيله خالص، ولا شفت بصراحه القرود، ما اعرفش بقى كانت موجوده احنا ما شفناش، بس ما فيش خالص، ما شفناش الكلام ده خالص هناك. يعني في حيوانات كتير قوي من زمان انا ما دلوقتي مش شايفاها بصراحه، يعني تقريبا الحيوانات دي كلها راحت فعملوا مكان ملاهي ولا ايه مش عارفه يعني. بس الملاهي حلوه بصراحه يعني. خلصنا بقى مشينا قدام الغزيل، رحنا بقى عند نعيم ده تقريبا يعني. بس دي كانت لذيذه يعني، بتروح وتيجي دي بصراحه، النعمه حلوه. طبعا الراجل العسل ده كان صراحه برضو راجل كويس، خلى العيال برضو تاكل النعام ده. اهي كوكي بتاكلها اهي. العيال كانوا فرحانين اهو بصراحه هما بياكلوها، وسيمبا كمان اهو كان بياكلها. يوسف طبعا اكلها. لو نسليم ابني فرحان بقى ان هو بياكل النعام، واقف مش عايز يسيبها، عايز ياكلك تاني. بصي رايح تاني عايز ياكل تاني. اهي النعامه. طبعا الراجل عمال يقول لنا بقى ايه دي سعديه المفتريه، يسمي النعامه سعديه المفتريه. قعدنا نضحك طبعا. مش عارفه اللي خلاني تاني عديت من قدام الغزال وصورتهم برضو تاني، قلت ممكن يكونوا اتحركوا شويه، بس للاسف ما بيتحركوش، واقفين مصنمين كده في مكانهم ما بيتحركوش، هادين خالص يعني. فضلت اتمشى انا واختي كده شويه، قلنا يمكن نلاقي اي حاجه جديده او نشوف حيوان احنا مثلا ما شفناهوش لسه ولا حاجه نصوره برضو معانا. قعدنا نتمشى انا وهي شويه في الجنينه الحديقه. برضو مش عارفه ايه حكايه الغزلان هي اللي بتطلع قدامي، ازاي بروح واجي على حاجه مرتين، لان الواحد كان بتلخبط بصراحه وهو ماشي، كنتش عارفه انا طالعه منين ولا ماشيه ازاي. نمشي كده مش عارفه دي ده طيور دي او حاجه، كانت ماشيه في ارض شبه الفراخ كده، لعب بقى وحاجات هناك بقى كده كور وحاجات. ناس عيال طبعا كانوا قاعدين بيرسموا، في ناس بترسم على الوش،
وناس بتعمل حنة. لا بجد جميلة بصراحة، واليوم كان روعة بصراحة، وكان دافي وحلو اليوم ده. وانا بتمشى كده الحمد لله لقيت حيوان جديد كده ما صورتوش ما شفتوش. تقريبا ده اللي هي اسمها النعجة، حاجة بيضة كده طويلة يعني. يا ريت لو كنت قلت اسمها صح يعني تقريبا، بس هي تقريبا اسمها البجعة تقريبا، بجعة. اهي مش عارفة اسمها كده صح ولا لأ. بس عسولة كده لقيتها لونها أبيض كده وجميلة، فقلت أصورها. قلت افرجكوا كده معايا على الحديقة، افرجكوا كده على الحديقة، الناس اللي ما راحتش زي من زمان ولا حاجة، شوفوا التغيرات اللي حصلت فيها. فقلت ايه اوريكوا يعني الفيديو بتاع حديقة الحيوان ده كده. طبعا رحنا بقى اخر حاجة ختمنا بيها طبعا ملك الغابة الاسد اهو. شكله كان زعلان مش عايز يبص لي، مش عارف، حتى الاسد ما بيتحركش ولا صوت ولا اي حاجة. طبعا الناس كانت عمالة تقول عايز يتصور مع الشبل بتاع الاسد وكده. بص الاسد اهو، بس مش عارفه شكله كان زعلان لي كده، مش عارفه ماله ما بيتحركش. اهو كان عايز ينام اهو، شكله مش انا بقول لكم عايز ينام، بس الناس بقى عامله له ازعاج. طبعا الناس زحمه قوي على الاسد على فكره، اكتر حيوان كانت عليه ناس كتير اهو. يعني مش عارفه اروح هناك الاتجاه التاني لان في ناس طبعا واقفه، فهو ده المكان بس انا واقفه قدامه اهو. حاولت اقرب الكاميرا شويه، اخيرا بص ناحيتنا شويه. طبعا الاسود هنا طلعت زمان مكانتش موجوده بره كده اصلا على ما اعتقد يعني، كانت في مكان كده لجوه كنا بندخله. طبعا بالنسبه لي كل ده كان جديد. فختمنا بقى ملك الغابه. ده كان الفيديو كده، وده كان بقى الفيديو بتاعي النهارده كده معاكم. يا رب تكونوا استمتعتوا كده معايا واتفرجتوا على حديقه الحيوان. طبعا بقى خلاص بقى هنروح لان كده خلاص احنا تعبنا اليوم النهارده، صاحيين من بدري فيه. يا رب يكون كده الفيديو عجبكم، ان شاء الله استنوا كل جديد. السلام.